فتجد هؤلاء يترحمون على أمثال أبي بكر وعمر لعنة الله عليهم، وبطريقة فجة وبمنتهى الوقاحة وباسم التشيع وباسم الأئمة الأطهار وباسم مراجع الشيعة. الله أكبر، هذا يزلزل الإنسان المؤمن، ما يتمكن، يصير كالبركان الثائر ضد هؤلاء. أحد هؤلاء البتريين المنحرفين في هذه الأيام في القطيف، سامري القطيف، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه سمى الحسن البصري لعنه الله بسامري هذه الأمة في إحدى الروايات. هذا هم على اسم الحسن البصري، ويتبع الحسن البصري هم اسم حسن، وهو سامري القطيف. هذا الرجل بكل وقاحة يرد على رسالة علنية وجهها إليه أحد شيوخ البكريين المخالفين في نجد أو الحجاز، اسمه عبد الرحمن المحرج أو المحرج، ما أعرف. وجه إليه مجموعة من الأسئلة. لاحظوا هذا الرجل بماذا أجابه جرأة وجسارة على الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. ويا للفضيحة، إذا بليتم فاستتروا، ينشر ذلك ويفتخر به، ينشره في وسائل الإعلام. وفضيحتاه ومصيبتاه. لاحظوا بماذا يجيبه. يقول: أما سؤالك عن سب الصحابة وخاصة الشيخين رضي الله عنهما، فإن الشتم والسباب ليس من خلق المسلم ولا من خلق العاقل، وأنا أرفض وأدين سب الخلفاء الراشدين والصحابة، وأرى أنه ينطبق عليه أكثر من عنوان للتحريم والمنع، وقد سبق وأعلنت ذلك في مواقف متكررة، وأجزم أن هذا هو موقف مراجع الشيعة. قبحك الله، سود وجهك في الدنيا والآخرة، تترضى على الشيخين اللذين لعنهما أهل البيت في روايات مستفيضة معتبرة في أعلى درجات الاعتبار. الله 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 الله، أي تشيع هذا؟ أي عمائم عفنة هذه؟